تفتكر الشغل لازم يبقى مكتب وكمبيوتر ومواعيد ثابتة أو حتى موبايل؟ طب إيه رأيك لو قلتلك إن في ناس شغلهم الرسمي إنهم يناموا؟ أيوة، في وظائف غريبة جدا في العالم صعب نستوعبها. يا ترى حكايتها إيه؟ وظيفة النوم، النائم المحترف Professional Sleeper. في شركات وفنادق ومراكز أبحاث طبية بتدفع فلوس لناس علشان يناموا، بس يناموا على مراتب جديدة أو في معامل نوم، وده عشان يقيموا جودة المراتب أو يدرسوا تأثير النوم على الجسم أو في ظروف معينة. يعني شغلهم حرفياً النوم، وبعد ما يصحى بقى يكتب تقرير: نام بسرعة، صحي كتير، ظهر وجعه. والملاحظات دي بتساعدهم إنهم يطوروا المنتجات أو الأبحاث. محاضن الحيوانات بيت كيدلر، الوظيفة دي بتبقى موجودة أكتر في مستشفيات الحيوانات الكبيرة أو الملاجئ. لما الكلب أو القط مثلا يعمل عملية أو يمر بفترة تعب وخوف في حياته، بيحتاج يحس بالأمان علشان يخف بسرعة وعلشان كمان ما يحسش بالوحدة. فهنا بيجي دور المحاضن، بيقعد جنبه ويأكله ويلعب معاه ويطبطب عليه لحد ما يهدى. متذوق الطعام فود تيستر، شركات الأغذية والمطاعم الكبيرة بتوظف ناس تدوق الأكل والمشروبات علشان يتأكدوا من الطعم والريحة والجودة قبل ما تنزل الأسواق، ويكتبوا رأيهم في تقرير ومقترحاتهم علشان يحسنوا المنتج. يعني وظيفتهم فعلا إنهم يأكلوا وبس. المحترف في الوقوف بالطوابير Professional Liner Stand، دول فيها ناس شغلهم يقفوا في طوابير بدل ناس تانية، زي طوابير المصالح الحكومية أو تذاكر لحفلة. فلو حد وقته غالي عليه ممكن يدفع لحد يقف مكانه بالساعات، ينزل من بدري، يقف في الطابور، وأول ما الدور بتاع العميل يقرب يكلم العميل ويجي يستلم مكانه. يعني حرفياً فلوس مقابل وقوف. مشمم الروائح أو حاكم الروائح أودر جادج، والوظيفة دي ليها أشكال كتير. شركات مستحضرات التجميل بتوظف ناس علشان يشموا المتطوعين قبل استخدام مزيل العرق وبعده، علشان يتأكدوا إن المنتج فعال وإن ريحته مقبولة للناس. وفي شركات الأكل والقهوة بيشموا حبات البن أو المواد الغذائية عشان يلقطوا أي غلطة في التصنيع مثلا قبل ما المنتج يتغلف. وشركات العربيات الفخمة زي شركة أودي عندها فريق كامل اسمه نو ستيم، وظيفتهم يشموا الجلد والبلاستيك بتاع العربية الجديدة علشان يضمنوا إن ريحة العربية تفتح النفس والعميل ما يتضايقش منها أبداً. متذوق طعام الحيوانات الأليفة بيت فود تيستر، في بني أدمين وظيفتهم الرسمية إنهم يدوقوا عينات من أكل الحيوانات علشان يتأكدوا من الجودة، الملمس والريحة ومطابقتها للمواصفات قبل ما تنزل السوق، لأن الكلب طبعاً مش هيشتكي بس هيرفض الأكل. مشاهد نتفليكس تيجر، لو بتقضي يومك كله قدام الشاشة وبتتفرج على مسلسلات، أحب أقولك إن في ناس بتعمل كده وبتاخد مرتب ثابت. شخص بيقعد يتفرج على المحتوى ويركز جدا علشان يصنفها رعب، كوميدي، رومانسي، في غموض، مناسب لسن كام، علشان لما حضرتك تفتح الابليكيشن تلاقي الترشيحات مظبوطة على مقاسك وبكل سهولة. دفع الركاب أو دافع البشر في المترو أوشيا، في اليابان وتحديداً طوكيو المحطات بتبقى زحمة لدرجة مرعبة. في موظفين رسميين بيلبسوا شيك وجوانتيات بيضة في إيديهم، ووظيفتهم إنهم يزقوا الناس بس بالأدب جوه عربية المترو علشان الباب يقفل والقطار يتحرك في ميعاد ثابت. مبكي محترف في الجنازات Professional Mourner، الوظيفة دي تاريخية وموجودة من أيام الفراعنة ولسه مكملة في بعض الثقافات في آسيا وأفريقيا. لما حد بيموت وأهله عايزين يبينوا إن الجنازة مهيبة وإنه ليه هيبة وسط الناس، بيأجروا ناس تيجي تعيط وتصرخ وتندب بصوت عالي جدا علشان يزودوا جرعة الدراما والحزن في المكان. مختبر الألعاب المائية ووتر سلايد تيستر، أكوا بارك ببلاش وكمان بيدوك مرتب. شركات سياحية كبيرة ومنتجعات بتشغل ناس علشان تلف العالم كله تجرب الزحاليق المائية الجديدة. بيقيسوا بقى سرعة النزول وكمية المية
والأهم من كده عامل الأمان، وفي نفس الوقت المتعة. يعني شغله يركب الألعاب مرة واتنين وعشرة ويتأكد إنها أمان وما فيهاش أي مشاكل للناس. يعني بعد ما ينزل يسألوه اتبسطت أكتر ولا خفت؟ مستشار اختيار أسماء المواليد Professional Baby Name Consultant. لو فاكر إن الأم أو الأب بيقعدوا مع بعض على كوباية شاي ويختاروا اسم لابنهم، فالكلام ده مش عند المليارديرات. في ناس متخصصة بياخدوا مرتبات علشان يختاروا اسم المولود الجديد، بيعملوا بحث كامل علشان الاسم ما يكونش مكرر ويكون كمان لايق على اسم العيلة وما يكونش ليه معاني وحشة بأي لغة تانية، ويضمنوا إن الطفل لما يكبر اسمه لوحده يبقى براند. الوظائف دي ممكن تبان مضحكة أو غريبة، لكنها في الحقيقة موجودة علشان احتياجات حقيقية في السوق. الوظيفة اللي انت شايفها غريبة بالنسبة لحد تاني شغله عادي جدا. قولي بقى، لو اضطريت تشتغل في وظيفة من اللي احنا قلناها لمدة شهر، هتختار وظيفة ايه؟ وبكده تكون خلصت حكايتنا. استنونا في حكاية جديدة علشان نعرف حكايتها ايه.